اليوم اشوفكم قوة هذه الام الياي في تقطيع الخشب، ونشوف ايش قد يقاوم هذه السكين، هل تقاوم صدق وسكينة اصلية لو بس حكي. اشوفكم حديتها لان هسه توني طلعتها من الباكيت. سكينة حدة ناعم وحادة جدا، فخلي نشوف اداءه في مقاومة تقطيع الخشب. شوف يقاوم الحد ماله لو معدن عادي. طبعا هذه السكين بنوعين من المعدن، البيدي البرغي الابيض معدن ستان ستيل، اما اكو نوع اخر معدن كاربون ستيل اللي يزنجر لكن شويه اقوى من هذه البيدي. فاحنا نجرب الاقل قوه حتى نشوف اداء السكين. طبعا هاي ضربات بالخشب قويه جدا، فالمفروض تعمي السكين بسرعه، لكن نشوف لحد يا درجة راح تعمي هذه السكين. ومتوفر نوع من القبضات. بعد استخدام خلينا نجرب الحد. والله من تشوف هيك حدية اتعب، اني ايدي تتعب لان ما راح يعمى بسهولة، بس ان شاء الله احاول وياها حتى اعميها. طبعا هذه القوة مو غريبة ويا ام شوكة، هذه الشركة الألمانية ما أدري شلون تصنع سكاكينة، حتى سكاكين القصابة من نفس الشركة هيك قوية، ومسوين عليها نفس التجربة تقطيع الخشب وما تعمى بسهولة. شوف الحد. والله يا أخي يعني ما أقدر أكمل الفيديو لأن تعبت. شلون نعميها شلون نعميها، هيك على طول نضرب حتى تعمل، لأن هاي ألياف الخشب هيك قوية، فأقوى من ما تضربه هيك، فإلى أن نعميها نضرب. المحاولة الأخيرة كانت لأن والله تعبت. شوية صار الحد خشن. لا والله يمكن نفس الشيء. يا بس السكين هذه ما تعمى، شو أسوي؟ ما تعمى، هذه ما تعمى. هذا طبعا المعدن الستانلس ستيل مو الكربون ستيل، الكربون ستيل هذا البرغي الأسود المفروض شوية أقوى، هيجي قالوا الشركة، بس أنا جربت الستانلس ستيل، هنا مكتوب هاي كربون وهذه ستينلس ستيل. طبعا السكين بيها زخرفة حلوة وسكينة جودة عالية، وهي مصنوعة على تصميم السكين الأوكابي القديم، لكن شركة فيردر هذه علامتها صمموا هذه السكين على نفس التصميم القديم لكن بجودة أعلى وبمعدن أقوى ويعني ميكانيكية أحلى، مثل ما تشوفون الزخرفة الجميلة، وهنا هذا برغي، وحتى الحلقة عليها كتابة وتفاصيل، يعني قطعة جميلة
ومثل ما شفتوا يعني قوية، صدق قوية، فالسكين تستاهل. هذه السكين كنا نبيعها ب80 ألف وبعنا منه كميات بالسعر هذا، لكن تواصلنا مع الشركة وسوينا معهم اتفاقية على مود ينزلون لنا السعر، واحنا هم نزلنا نسبة الربح، وهسه صار من 80 ألف 49 ألف دينار، فسعر مناسب لسكين ذو جودة عالية وصناعة ألمانية. فحاليا متوفرات عند وكيل الشركة، شركة النصال، متوفر توصيل جميع محافظات العراق. للطلب والاستفسار راسلونا وبالخدمة.